قصة جحا والقاضي. كان جحا ذات يوم يتسوق، فجاءه رجل من الخلف وضربه كفا على خده، فالتفت إليه جحا وأراد أن يتعارك معه، ولكن الرجل اعتذر بشدة قائلا: إني آسف يا سيدي، فقد ظننتك فلانا. فلم يقبل جحا هذا العذر وأصر على محاكمته. ولما على الصياح بينهما، اقترح الناس أن يذهبا إلى القاضي ليحكم بينهما. فذهبا إلى القاضي، وصادف أن ذلك القاضي يكون قريبا للجاني. ولما سمع القاضي القصة غمز لقريبه بعينه، يعني: لا تقلق، فسأخلصك من هذه الورطة. ثم أصدر القاضي حكمه بأن يدفع الرجل لجحا مبلغ 20 دينارا عقوبة على ضربه. فقال الرجل: ولكن يا سيدي القاضي، ليس معي شيء الآن. فقال القاضي وهو يغمز له: اذهب وأحضرها حالا، وسينتظرك جحا عندي حتى تحضرها. فذهب الرجل، وجلس جحا في مجلس القاضي ينتظر غريمه ليحضر المال. ولكن طال الانتظار، ومرت الساعة، ولم يحضر الرجل. ففهم جحا الخدعة، خصوصا أنه كان يفكر في تفسير إحدى الغمزات التي وجهها القاضي لغريمه. فماذا فعل جحا؟ قام وتوجه إلى القاضي، وصفعه على خده صفعة طارت منها عمامته، وقال له: إذا أحضر غريم 20 دينارا فهي لك. إذا أعجبتك القصة فلا تنسى دعمنا بإعجاب، إشارة الموافقة برفع الإبهام لأعلى. 2. واشترك في القناة لكي تصلك كل قصصنا الجديدة والممتعة. 3. وقم بتفعيل جرس التنبيه، جرس، لتكون أول من يشاهدها. 4. وشاركنا رأيك في التعليقات. يد تكتب: ماذا كنت ستفعل لو كنت مكان جحا؟